اولا بغينا تقييم اجمالي على هذا البساطل اللي قدموا كل المتبادلات كلها بالطريقه ديالهم. تفضلوا. اولا ربحتوا كلكم ربحات مادام وصلتوا لهذه النهايه من 460 وحده راكم تبارك الله رابحين. خلقتوا ديك اللمسه ديالكم، كل وحده واللمسه ديالها، عرفتوا كي تمشوا بين المقادير، اخترتوا التوقيت، المساله ديال النظافه كانت يعني كل المعايير تبارك الله كانت حاضره. انا سؤالي لك شاف هذه واش كنتم متفقين كاملين بطبيعه الحال على من ستفوز؟ طبيعه الطبق اللي فاز شنو هي الميزه ديالو؟ لاله جميله، الميزه ديال الطبق اللي فاز بلا ما نذكروا شكون هو، شنو كان فيه اكثر من الاطباق الاخرى؟ شنو كان فيه؟ اول حاجه الذوق، كان الذوق رائع. وبالنسبه لي قلتي واش كنتو متفقين، كل واحد كتب اسمه بلا ما يشوفوا الاخر، كان نفس الاسم. سبحان الله سبحان الله. العيمه بغات تفضل العيمه. شوف العيمه بالنسبه لواحد المعيار اللي خدينا كالعاده. لا سميرة، بالنسبه للاطباق كلهم يعني كانت افكار جميله جدا، ولكن واحد المعيار اللي خدينا باش انه حيت عندهم نفس مثلا نفس الفوق نفس الفران، ولكن الورقه ديال واحد السيده كانت يعني هذا الفران ديالها تولمات مع الفران ديالها، مشات معاه يعني نفس الفران. اكيد غادي نكدوا الطياب اللي مثلا طيبوا في نفس الفرن، وكل ورقه وكيفاش جات. واحد السيده عندها الحظ جاتها الورقه مقرمله وجات الحشوه حتى هي الد، وتبارك الله اختارينها كامل، وتبارك الله يعني الفرص كانت متساويه للجميع وكانت عندهم افكار جميله، وغير الوصول ديالهم لهذه المرحله راه كنعتبرها راه فوز. ذكرينا شحال من متباريه كانت في الاول ديال المسابقه؟ تقريبا راه كان كاسين من الاول من شهر 11 درنا كاسين، يعني من بين تقريبا شي 400 460 تقريبا، يعني خمسه ومره بحال راه توب دي توب. هنيئا لكم وتصفيقات عليهم كاملين تستاهلوا الفوز كاملين. اذكر بان الحفل ديال تتويج هذه السيدات او هذه السيده اللي غتفوز معنا اليوم غيكون نهار السبت ان شاء الله. فغادي نعلنوا اللحظه على من هي الفائزه. الفائزه البسطيله ديال عطينا لي زانديس اش استعملت في البسطيل ديالها. مكونات كان حوت، اللحم، دجاج او الكفته. يعني المكونات اللي دارت كان كلشي مزيان كما قالت الاخت. كانت الورقه ديالها كروستيون تبارك الله زوينه بزاف. فاش غنعلنوا على الفائزه تبع الفاصل ونرجعوا لكم. الفائزه هي لبنى من اسد. سيدنا محمد والحمد لله سيدنا ربي ما خلينيش. شكرا لجنه التحكيم، يعني الذوق ديالها والاهداء كنهديه لوليداتي دعاء الوالد. هنيئا لك لبنى، هنيئا كذلك لإلهام، لفاطمه، لحنان ولمريم. تصفيقات لهم لانهم يستاهلوا كل التشجيعات. نتمنى انكم غادي تواصلوا في المجهودات ديالكم في مجال فن الطبخ، لان الفن هذا محتاج دائما للابتكار والابداع كيف ما وعدناه على كل سيده مغربيه. شكرا لكم للمشاركه. ادعوكم اللحظه
وقت ممتع جدا مع الاوركسترا اللي غتنوضها دابا وعدني سي القاسمي. تفضلوا، شكرا لكم مرة أخرى، نلقاو غدا مع فعاليات المهرجان في يومه الثاني واليوم الثالث. شكرا لحضوركم، شكرا لتتابعكم، إلى اللقاء. أي الله نفرحوا، أي الله نسعدوا.